قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. الفيلم بيبدأ بحدوتة خيالية كده. كان في ملك وملكة طيبين خالص ماشيين في تلج شديد، والملكة أنجبت أميرة وسموها سنو وايت عشان اتولدت وقت التلج ده. والبنت كبرت والناس كلها في المملكة كانوا بيحبوها وبيحتفلوا بيها دايما، والدنيا كانت ماشية حلو. بس للأسف الملكة الطيبة مرضت وماتت، والملك اتجوز واحدة تانية حلوة قوي، بس كانت ساحرة وعندها قوة سحرية. بس أول ما اتجوزها اكتشفوا إن الست دي ساحرة شريرة ومتكبرة. الملك طلع حرب على ناحية الجنوب عشان الملكة الشريرة قالت له إن في خطر، بس بعد ما ودع سنو وايت مرجعش تاني أبدا. والملكة الشريرة مسكت الحكم وبقت قوية جدا، وخلت ناس كتير من الفلاحين والتجار يبقوا الحراس بتوعها اللي بيطيعوها، وكانت مهووسة إنها تبقى أحلى واحدة في الدنيا زي ما مرآية السحرية قالت لها. وعشان يحموا سنو وايت من غضبها خبوها وخلوها تشتغل خدامة في المطبخ، والمملكة كلها بقت حزينة والناس تعبانة، مفيش أمل في أي حاجة. في الوقت ده حرامي اسمه جوناثان دخل القلعة عشان يسرق أكل. الملكة الشريرة قبضت عليه وعلقته على البوابة عشان يبقى عبرة لغيره. سنو وايت حاولت تتكلم مع الملكة الشريرة بالراحة وطلبت منها تشوف إن الناس في المملكة محتاجين مساعدة، بس الملكة الشريرة ما اهتمتش بكلام سنو وايت ومشيت من القلعة وهي بتقول إنها عندها أمل إنها تقدر تغير حاجات كتير في انتظار أمنية. سنو وايت راحت فكت جوناثان وسابته يمشي وأدت له كام رغيف عيش. الملكة الشريرة عرفت من المراية السحرية إن سنو وايت هي أحلى واحدة في الدنيا، فبعتت جابت صياد وأمرته يقتل سنو وايت وياخد قلبها يحطه في صندوق. الصياد لقى سنو وايت بتقطف تفاح في الغابة، بس لما حاول يعمل كده هي ما خافتش وسألته انت ليه عايز تعمل كده. الصياد ما قدرش يقتلها وقال لسنو وايت إن الملكة الشريرة هي اللي قالت له يعمل كده وأمرها تجري على الغابة الممنوعة. سنو وايت هربت من كام شجرة مخيفة لحد ما حيوانات الغابة اللي حبت طيبتها لقيتها. الحيوانات دي وصلتها لكوخ صغير وهناك نامت على سرير. المراية السحرية أكدت للملكة الشريرة إن سنو وايت لسه عايشة، والصياد حط تفاحة جوه الصندوق. راح الملكة حبسته. الأقزام السبعة اللي اسمهم دوك وغرامبي وهابي وعطاس وخجول وسليبي ودبي كانوا رايحين المناجم يشتغلوا. هيجهو عندهم علامات سحرية في إيديهم بتأثر على الألماس اللي في المناجم. لما رجعوا الكوخ بتاعهم لقوا سنو وايت نايمة في سرايرهم، فافتكروا إنها حرامية. جريوا خايفين لحد ما دبي اتحبس بالغلط في الأوضة، بس بسرعة شاف إنها كويسة. الأقزام التانيين جم عشان يعرفوها بنفسهم، مع إن غرامبي كان فاكر إن وجودها هيجيب لهم مشاكل. سنو وايت كانت هتمشي، بس بعد ما قالت للأقزام مين هي قرروا يحموها من غضب الملكة الشريرة. بعد ما الأقزام أكلوا كانوا ماشيين بالراحة لحد ما طبق أكل وقع على دماغ دوبي. الأقزام التانيين ضحكوا عليه فزعل وخرج بره. سنو وايت لحقته وحاولت تواسيه. سنو وايت شجعت دوبي اللي ما بيتكلمش إنه يعبر عن نفسه بالغنى، فبدأ يصفر. سنو وايت خلت الأقزام التانيين يغنوا معاه. صفر أثناء عملك. بعد كده سنو وايت دخلت الغابة وقابلت جوناثان تاني، وقابلت كمان فريق اللصوص بتاعه، مجموعة تانية من 7، وكلهم كانوا بيحبوا الملك وبيكرهوا الملكة الشريرة. جوناثان ما كانش يعرف سنو وايت قبل كده. لما تقابلوا في القلعة مشاكل الأميرة، حراس الملكة الشريرة لقوا المجموعة دي بعد كده وكانوا باعتينهم عشان يقبضوا على سنو وايت. جوناثان ساعد يخبيها مع اللصوص، بس سنو وايت كشفت عن نفسها. وفي الخناقة واحد رامي سهام حاول يصيب سنو وايت بسهم، بس جوناثان اتدخل والسهم جه فيه هو قبل ما الحراس يهربوا. سنو وايت واللصوص أخدوا جوناثان لكوخ الأقزام. دكتور منهم عمل علاج لجرح جوناثان وخف. واحد من اللصوص قال لسنو وايت إن جوناثان ضحى بحياته عشانها، واللصوص والأقزام حسوا إن في حاجة بين الاتنين، مع إن سنو وايت أنكرت في الأول، بس هي وجوناثان حبوا بعض. في الآخر الحراس قبضوا على جوناثان وأخدوه للملكة الشريرة اللي رمته في الزنزانة مع الصياد، وأخدت قلادة سنو وايت اللي كانت لابساها على طول ورجعت لمكانها السرية وجهزت خلطة سحرية تحولها لعجوزة. إعادة كل شيء عادل قبل ما تروح تواجه سنو وايت بنفسها. الأقزام راحوا الشغل وسابوا سنو وايت لوحدها في البيت.
الملكة الشريرة راحت لها وضحكت عليها وقالت لها إن جوناثان اتصاب بعد ما وريتها القلادة، وبعدين ادت سنو وايت تفاحة مسمومة وأقنعتها تاكلها. سنو وايت بدأت تفقد الوعي، بس قبل ما تفقد خالص الملكة الشريرة كشفت عن نفسها واعترفت لسنو وايت إنها قتلت أبوها. سنو وايت وقعت في نوم الموت، والأقزام رجعوا لقوها مرمية على الأرض، وفي حزنهم حطوا جثتها على صخرة في الغابة. في الزنزانة الصياد ساعد جوناثان يهرب بعد ما فهم قد إيه هو مهتم بسنو وايت. جوناثان رجع جري على الغابة، بس لقى سنو وايت ميتة زي ما يكون. راش بسها وده بطل السحر وصحيت. الأجزام فرحوا، بس سنو وايت قالت لهم إن الوقت جه عشان يراجعوا المملكة من الملكة الشريرة في انتظار أمنية جديدة. الأجزام اتأثروا بكلامها، حتى دوبي يتكلم لأول مرة، وده كان كفاية إن إخواته ينضموا للقتال. سنو وايت رجعت المملكة. عودة سنو وايت عشان تواجه الملكة الشريرة قدام كل الناس. الشرير استدعى خنجر عشان يقتل سنو وايت، بس هي رفضت. الملكة الشريرة أمرت الحراس يعدموا سنو وايت، بس هي افتكرت أساميهم ووظايفهم قبل ما الملكة الشريرة تيجي تحكم. ده خلى الحراس يفتكروا إنهم كانوا ناس طيبين زمان، وانقلبوا على الملكة الشريرة. حاولت تقتل سنو وايت بنفسها، بس اللصوص والأقزام اتدخلوا وقفوها، والمملكة كلها اتقلبت ضدها. فالملكة الشريرة جريت على المرآية السحرية، وسنو وايت جريت وراها. المرآية السحرية كمان زهجت من الملكة الشريرة، وأكدت تاني وتالت إن سنو وايت هي أحلى واحدة في البلد. وفي غضبها الملكة الشريرة كسرت المرآية السحرية قدام سنو وايت، بس ده خلى السحر اللي جواها يبلعها ويسحبها جوه المرآية، والمرآية صلحت نفسها تاني. المملكة رجعت زي الأول، الخير ينمو من جديد. سنو وايت اتجوزت جوناثان ورجعت تحكم المملكة. وفي الآخر عرفنا إن دوبي هو اللي كان بيحكي الحدوتة دي كلها لأهل المملكة عشان يعرفهم إزاي سنو وايت أنقذتهم كلهم.